في عالم يوجي يو التنانين كانت دايما بترمز للقوة المطلقة، والنهاردة هنتكلم عن أقوى 5 تنانين هزوا ساحة المبارزات. ورقم 5 معانا وهو طبعا التنين الأبيض أزرق العينين، واللي بيمتلك 3000 نقطة هجوم و2500 نقطة دفاع، لكن قوته الحقيقية في دعمه المرعب. فانت تقدر تستدعيه بسهولة من المقبرة أو تدمجه في البلو ايز التيميت دراجون، ومع نسخ تانية زي الالترنيتيف فايلت دراجون بيقدر ان هو يدمر وحش كل مرة في الدور. ودي طبعا قوة ضغط مستمر مش بس رقم كبير. ورقم 4 معانا واللي هو ماستر دراجون نايت، واللي بيمتلك 5000 نقطة هجوم و5000 نقطة دفاع، واللي بيكسب 500 نقطة مقابل كل تنين موجود لصالحك في الملعب. ورقم 3 معانا وهو طبعا تنين امبراطور الظلام مبعوث النهاية او تشويس امبرور دراجون انفولي اوف ذا اند، واللي بيمتلك 3000 نقطة هجوم و2500 نقطة دفاع، واللي انت ممكن تضحي ب1000 نقطة من نقاط حياتك، وبالطريقة دي بيقدر يدمر كل الكروت اللي في الملعب وفي ايد اللاعبين، وكل كارت بيترسل للمقبرة بيسبب 300 نقطة ضرر للخصم. وده طبعا تأثير إبادة شامل خلاه يفضل محظور لمدة سنين طويلة. ورقم 2 وهو 5 هيدد دراجون، واللي بيمتلك 5000 نقطة هجوم ودفاع، ومش بيتدمر بوحوش من عناصر معينة زي النار أو الماء أو الأرض أو الريح أو الظلام. وأي نعم هو محتاج 5 تنانين للاندماج، لكنه لا يزال جدار وهجوم مدمر في نفس الوقت. ورقم 1 فهو طبعا بيروح بلا شك للتنين المجنح سلايفر، واللي قوته ودفاعه بتساوي عدد الكروت في ايدك مضروبين في 1000 نقطة، وكمان أي وحش بيستدعى قدامه بيخسر 2000 نقطة هجوم فورا، ولو هجومه وصل للصفر بيتدمر. وده طبعا تحكم مباشر في الملعب من غير حتى ما يهاجم. وانا شخصيا شايف ان سلايفر حاليا اقوى بكتير من العملاق المعذب ومن تنين راعي المجنح، واللي قدراتهم في الانمي كانت مختلفة تماما عن قدراتهم في الالعاب.